متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. بالنسبة لأسعار التبن هنتكلم على التبن عشان يعني ده لسه شغال اهو تمام، ولكن أسعار التبن يعني صغيرة ده. بالنسبة طبعا لأسعار التبن يا جماعة، الناس اللي بتستغرب على أسعار التبن عندنا، كنا طلعنا فيديو وعرضنا أسعار التبن. فطبعا السنة اللي مضت دايما التبن عندنا في أرض المنيا وتحديدا في أبو جرجاس تمام، أسعار التبن عندنا عالية. طبعا اللي هو تبن الجمح اهو تمام، الدراسة شغالة حاليا اهو، شايف اهو. اسعاره طبعا عندنا اسعار عاليه. وايه السبب؟ هقول لك انا من ضمن الاسباب اللي ادت الى ارتفاع اسعار التبن. عندك السنه اللي مضت، السنه اللي قبل اللي مضت في زراعه كمون تمام. السنه اللي مضت كان في كمون وينسون وبنجر، زادت الزراعات فعشان كده التبن قل شويه. السنه دي ويمكن برضو الناس ملاحظه الكلام ده، في طبعا كمية بنجر سكر كانت مزروعة السنة دي ولسه في الأرض، يعني في بنجر هاجم بيه تمام، فكمية البنجر كتيرة والكمون واليانسون تمام، فطبعا ده هتقلل من التبن تمام، لأن شوية الجمح احنا هم اللي بناخد منهم التبن، فعلشان كده الأسعار طبعا عالية بتاع التبن السنة دي، عشان الناس بس اللي بتستغرب. وانا عمري يعني شوف انا عايز الاسعار تكون في متناول الجميع، ولكن هو ظروف السوق كده تمام، ظروف السوق. بالنسبه للاسعار بتاع التبن عندنا يعني حاجه والله غريبه. انا عايزك بس قبل ما تعرف الاسعار تعرف بس ان عندنا يعني الفدان بيجيب انتاج غله تمام، ممكن يعدي ال 25 ارداب تمام. الجش كتير وبيدي تبن كتير تمام، ده اول حاجه. ثاني حاجه تمام، فبيدي معاك تبن كتير. يعني شوف دول مثلا 3 زكاه بغله، وادي جرن التبن اللي لسه عاملينه، الدراسه زي ما انت شايف شغاله. طيب ففي ناس طبعا بتحكي على التبن طبعا اسعار عاليه. انا خدت جرات على 700 والله. طب لما الراجل هيروحهم البيت، الراجل هيروحهم البيت السنة، لا ما انا عايزين الحقيقة عشان المشاهد ده. الراجل لما يقول هنروحهم البيت بكام؟ بما يرضي الله كده جرات، الناس متحكم بكام يعني؟ انا بما يرضي الله، بما يرضي الله 700 800 والله. انا سمعت 1000، في ناس بتقول 1000 والله. هبيعها هنا ب 700 جنيه 750. طيب كويس، الناس خدت 800 كويس يعني في 700 والله العظيم هيكسب من ايه ده جالها بيها. خلاص خير ان شاء الله، ربنا يصلح لك الحال. من هنا ليه؟ انا ايا كان هيروحهم ولا تاخدهم، انا عايزين نعرف السعر بس عشان بس ايه اللي انت سامعه يعني. من 700 ل 800 والله. طب خير ان شاء الله، ربنا يصلح للجرات. ايوه طيب خير ان شاء الله يا حاج ابراهيم. يا جماعه اديكم سمعتوا بنفسكم، اديكم سمعتوا بنفسكم، ولسه برضه هنشوف وهنعرف تفاصيل اكتر ان شاء الله. اللي هو بنحكي على التبن يا جماعه، اسعار طبعا عاليه. انا عارف يعني احنا كنا بنقول الناس كان في بعض المزارعين بيقولوا ب 1000 جنيه تمام. طيب ادي في اللي قال 800، ولكن 800 برضه غالي تمام، 800 برضه غالي عشان تبقى عارف يعني. ولكن هي الاسعار كده. السنه اللي مضت كان عندنا سعره عالي، وعند يعني في جميع المحافظات كان سعره منخفض، والناس كتبت لنا في التعليقات وقالت لنا. بشكركم طبعا، شاكرين ودعاكم للصفحه، وربنا يبارك في خير بلدنا، وربنا يبارك لجميع المزارعين. نتمنى ان احنا نقدم لك محتوى يفيدك وينال اعجابك. تعال نشوف الغله بالمره ونشوف الانتاج.